حصلت الجيران مع فريق نهضة بركان. في الواقع ما كنت لأعرج على هذا الحدث لولا تصرف أعرج ترجمه سلوك أهوج أملاه فكر أخرق نتيجة ما أصبح اليوم يقينا في نفسية الجيران إنه مرض عضال اسمه عقدة المجال، حيث اختلط على الأشقاء بتعبير مذيعة قناة العيون الفريق الرياضي بالفيلق العسكري، وامتزجت لديهم كرة القدم بكراهية الندم، فتحول فريق نهضة بركان إلى فوهة بركان في إطلالة تعد آخر صيحات الحماقات والتفاهات والترهات. مسرحية القميص بكل ما تضمنته من بدع طالت مفهوم السيادة دليل واضح على أن متلازمة الجار مع قميص نهضة بركان تجاوزت الكاف والكان وأصبحت تستدعي خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة العقلية. وهل من مرض أخطر من أن يتم اعتبار خريطة البلد الجار مساسا بسيادة الجار الآخر؟ وهل أصبح قميص رياضي في خانة الدرونات والصواريخ العابرة للقارات؟ إنها عقدة المجال التي جعلت حكام الجوار يعيشون كوابيس مزمنة بسبب المغرب وقفطان المغرب وزليج المغرب وكسكسو المغرب وعالم المغرب وخريطة المغرب. واليوم ينضاف قميص برتقالي رياضي للائحة استهداء المغرب فقط لأنه يفوح بعبق المغرب بأرز المغرب السامق وأرعار المغرب الشاهق وبلوط المغرب العتيق وأرجان المغرب العريق وخروب المغرب التليد. أمام هذه المشاهد الكفكائية في سورياليتها العبثية أصبحنا نغبط أهل الكهف على سباتهم الطويل الذي بعد أن استيقظوا منه اكتشفوا عالما آخر تغير فيه الحكام والعملة والعمران، لكن الأشقاء يصرون على إشهار سوء النية عبر الرفض والحقد والكراهية. للأشقاء الجيران نقول ونحن نفرق بين الحكام والشعوب: سنقايد كرهكم حبا وسنبادل بغضكم إخاء وسنقاوم حقدكم رفعة وسنواجه رعونتكم حكمة وكرما وسننتصر للأخوة والجوار إيمانا ويقينا. وتحية أخوية قلبية صادقة للشعب الجزائري الحر المجاهد. عودة